السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا شرح لتطبيق جدا مميز، وهو عداد تنازلي لمناسباتك أو اجتماعاتك أو مواعيدك أو شيء حابب ما تنساه أو أي شيء. خلينا نستعرض الآن مع بعض. التطبيق اسمه كاونت داونز. طبعا هذا التطبيق في منه كثير جدا في متجر التطبيقات، وأنا أستخدمه من زمان. طبعا شبيهه كنت أستخدمه، لكن كنت اضطر ادخل لنفس التطبيق. الميزه الان في الاي او اس 8 انك تقدر من خلال مركز الاشعارات النوتيفيكيشن من برا تقدر تشيك بدون ما تدخل نفس التطبيق، وهذا هو المميز الان. طبعا التطبيق مجاني، وبحط لكم رابطه تحت المقطع حق الشرح باليوتيوب. خلينا نستعرض التطبيق امامنا. ندخل التطبيق سهل جدا، ما في ولا شيء. طبعا هذه اشياء انا كنت حاططها من اول، وفي لسه شيء ما جاء. نضغط على Added New Countdown اللي هي هذه بالأزرق، نضغط عليها. نسميها مثلا عندك اجتماع بعد يومين، بعد 10 أيام، عندك سفر، عندك أي شيء، عندك روحة للسوق، عندك مكالمة حابب ما تنساها، إنك تتصل بأي شخص ما. طيب مثلا تخليها السفر، عندك سفرية، متى تاريخ السفرية عندك؟ مثلا شهر ديسمبر، آخر يوم بالسنة. هذا طبعا كمثال يعني. الساعة كم؟ حط الساعة اللي فيها موعدك. هذا الخيار اللي هي keep counting after date. هذا بيقول لك يعني بعد ما ينتهي، يعني جاء موعدك، حابب تخليه برضو بمركز الإشعارات ولا لا؟ طبعا خليه لا، تقفله إنه خلاص انتهى الموعد. وثاني آخر خيار اللي هو شو النوتيفيكيشن سنتر، هذا لازم تخليك فاتحه عشان يظهر لك بمركز الإشعارات، ونضغط done. طيب كيف نضيفه مركز الإشعارات؟ بنفس الطريقة، نضغط edit أو تعديل، نبحث عن اسم التطبيق أمامنا الآن كاونت داونز، نضغط done أو تم. طيب الآن جاب لي اللي احنا حطيناها، السفر بعد 84 يوم 15 ساعة 15 دقيقة و20 ثانية، وعداد الثواني بيعد معك. طبعا تطبيق مميز جدا وسهل وبسيط استخدامه ومفيد. لا تنسون السبسكرايب واللايك للمقطع، اشترك في القناة عشان تجيك كل شروحاتي على ايميلك مباشرة دون الحاجة لدخول حسابي في تويتر. ويعطيكم العافية.